السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو صباح الفل والورد والياسمين، يومكم مشرق بنور الله. شايفين الاطلالة الجميلة؟ يلا بينا كده. يومنا النهاردة كله في البلكونة، الفيديو كله مخصص بالزرع. نقلت الزرع بكل سهولة. لو انت لسه جديدة معايا في القناة واول مرة تشوفي قناتي، انا قناة وفاء خالد، وكنت دايما بزرع خضار في البلكونة، خضار من بواقي الاكل. دايما كده بخضر البلكونة بتاعتي من مفيش. يعني عندي بواقي من الطماطم، عندي بذور الخيار، عندي بذور الفلفل، كل ده بستخدمه. النعناع، اي حاجة موجودة في البيت، حتى البصل الاخضر، الثوم، اي حاجة بزرعها. المهم كده ان انا هبدأ كده الربيع بتاعنا بالورد الاول. وعشان انا في ايطاليا وفصول الشتاء بيكون الزراعة معدومة فيها، فاكيد التربة بتاعتنا جفت خالص. التربة بتاعتنا هنبدأ نفضيها كلها تاني ونمسكها كده، نديها كده شوية فرفشة. يعني ايه؟ هنشيل منها اي عجل كده خاصة بالزراعة القديمة، نشيل منها البصل ده كان عجز من شهر 11. صعب اي نبات يعيش في ايطاليا بسبب البرودة الشديدة، بتكون في فصول الشتاء، بتبدأ من شهر 11 لشهر 3. يعني اول 3 خلاص كده تبدأي تزرعي معاكي. نيجي بقى خلاص نضفنا التربة بتاعتنا من كل الحاجات الموجودة فيها، وكمان خلينا الكتل المجمدة فككناها كده بكل سهولة. نيجي بقى على طريقة النجل. أول حاجة عشان تنجلي النبات بتاعك من أي نوع نبات، سواء ورد، سواء شجر الليمون أو أي أشجار، خليكي معايا بالفيديو وانت هتستفيدي كتير إن شاء الله. المهم كده كان معايا الزرعة بتاعتنا، الورد بتاعنا، كنت انا سقياه قبلها بيوم. لازم تسقيه ميه علشان لما تيجي تاني يوم تحركيه فيتحرك معاكي بكل سهوله والجذور بتاعته ما تتقطعش. تاني حاجه بنحط نص التربه الاول، السماد بتاعها او الترابه بتاعتها، نحط نص التربه بتاعتنا، وبعد كده بنحط معايا الزرع بتاعنا، وننزل بعد كده بقيه السماد بتاعنا لحد لما نغطي كل الجذور بتاعه الورد بتاعنا، ونحافظ على الجذر بتاعه او قلب الورد بتاعنا، بحيث ان هو لو دخلوا فيه تراب هيعفن معانا. نحاول ان احنا نشيل اي ورق اصفر، نشوف لو في حشرات، لان في نباتات بيكون جايه من مشتل ممكن تلاقي فيها دود، تلاقي فيها اي حشره. وفي جهاز كمان ممكن تكشفي على النباتات بتاعتك، تعرفي نوع النبات، تعرفي هو فيه حشره ايه وعايزه دواء ايه. الدنيا اتقدمت خالص. خشي على جوجل وبتصوري وتكتبي النبات ده مخصص لايه. طب النبات ده ينزرع في البيت جوه ولا خارجي؟ وفي نفس الوقت النبات ده فيه حشره ولا مفيش؟ طب هو محتاج نوع دواء ايه؟ ويجيبهولك كمان ويخصصهولك بصورة. يعني كده مفيش اي حاجة صعبة بالنسبة لك انك تزرعي. طب يا ست، احنا معانا حاجة عشان ناكل، عشان نشتري ورد ونزرع؟ هقولك على فكرة حلوة. عارفين الورد اللي هو الاحمر اللي بالوحدة ده؟ من اي مكان ممكن تزرعيه. ان شاء الله هجيب وردة وهزرعها قدامكم، وان شاء الله بعملها كده باي فيديو شورتز وانزله. المهم كده نرجع تاني الفيديو بتاعنا. خلاص بنثبت معايا الزهور بتاعتنا، وبعد ما بنثبتها بنحاول ان احنا نحط الترابه بتاعتنا بتكون ناشفه في الاول. حابه اخد القصريه بتاعتنا ل3 زرعات، بدل ما ازرع في 3 اماكن لا هزرعها في مكان واحد. وهنا اخترت معايا اللون الاصفر، واخترت واحده موف تكون في النص تكسر معايا اللون. اما القصريه بتاعتنا التانية انا حبيت ان انا اشيل زرعه الزعتر واحطها في البوله اللي هي شبه من الفخار شويه. وهنا بقى خلاص كنت شلتها بكل سهوله علشان انا كنت سقياها قبلها بيوم. وهنا لازم نغطيها كويس جدا بالتراب. بعد ما بتخلصي كمان كل النجلان الزرع بتاعك من بوله لبوله لازم تشيكي عليهم كامل، بحيث ان بعد ما بتسقي الميه ممكن جذور تبان معاكي، فلازم كل الجذور بتاعتك تكون متغطيه. شايفه انا بضغط بايديا على قد ما اقدر. ودايما تحطي نص البوله بتاعتك او نص القصريه بتاعتك الترابه، وبعد كده بتزودي الترابه من فوق منها. خلاص كده الزعتر بتاعنا ده مفيد جدا، ممكن تدخليه في اي معجنات، تستخدميه كمان في الطبيخ، في المكرونه، في السمك، في البيتزا. يعني بيستخدم في اكلات كتيره جدا ومفيد كمان. وهنا بقى كنت مفضيه اخر تربه معانا، ولازم ننضف كل حاجه موجوده فيها قبل ما نحط معايا الورد. شايفين؟ يعني كل ده الكتله لازم تتفكك علشان الترابه بتاعتنا تتنفس. لما تتنفس معاك الترابه، يعني حتى لو انت زرعه وعايزه تخلي الترابه بتاعتك تتنفس، تخربشيها كده بشوكه بتاعت معلقه. لو انت ما عندكيش شوكه مخصصه للزراعه، بشوكه بتاعت اكل كده بتتنيها وتخصصيها، بتكون مخصصه للزراعه، بتخربشيها في يوم وتدي لها السقيه بتاعتها تاني يوم. ده بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك تنشيطه للتربه بتاعت الزرع وبيتنفس منه. هنا بقى الجذور بتاعتنا زي ما انتم شايفين يعني داخله في قلب الخرام من تحت، لازم ناخدها كده بالسياسه وتكون سقياها قبلها بيوم زي ما عرفتك. تاني حاجه لازم تكون القصريه اللي هتزرعي فيها تكون متفتحه من تحت، بحيث الميه الزياده تنزل منها. طيب امتى بنروي الزرع بتاعنا؟ بنروي الزرع بتاعنا
على حسب الجو اللي انت عايشه فيه. يعني مثلا لو الجو عندك حر شديد هتسقيه كل يوم. طب لو الجو معتدل هتسقيه مرتين 2 في الاسبوع. ده على حسب الجو عندك. تاني حاجه بتسقيه امتى بالظبط؟ يا الصبح بدري يا بعد المغرب. ما ينفعش نسقيه وقت يكون الشمس تكون حاره جدا، لان الزرع بتاعنا هيموت والتربه بتاعتنا هتسخن وهتبوظ الجذور بتاعتنا. تالت نصيحه بالنسبه لسجيان الزرع، ما تنزليش بكميه كبيره من الميه، انزلي بشويه بالذات في الورد، لان الورد لو عطيتيه ميه كتير هيديكي ورق كتير ومش هيديكي الزهره او الورده بتاعتك الاساسيه. تاني حاجه تمسكي التربه بتاعتك تخربشيها كل مره في الاسبوع. يعني كل مره في الاسبوع كده خصصي الشوكه زي ما قلت لك، الشوكه بتاعه الاكل بس سيبيها بقى خصصيها معاكي للبلكونه للزرع. تمسكي الشوكه كده تخربشي معاكي التربه بتاعتك، فهتلاقي معاكي التربه بتاعتك بتتنفس وتنزلي بالميه. واهم حاجه زي ما قلت لك يكون في خرام في البوله بتاعتك او القصريه بتاعتك. طب يا ست احنا زرعنا الورد وتمام وكده حلو الحلو. هقول لكم بقى انك انت ازاي تزرعي الليمون. اول حاجه كده انا زرعت الليمون من 4 شهور. زرعته عباره عن زرعته عباره عن بذور الليمون الاصفر الكبير. مسكته حطيته كده في منديل، وممكن تحطيه في التربه. تمام، لما تحطيه في منديل في قلب التربه فبيعمل معاكي جدر. بتفحتي كده بصبعك كده فحته صغيره وبتحطي فيه. وده منظر الليمون كان معايا. جيت في شهر 12 لقيته الجو خلاص جاب اخره، جو برد شديد، فاخدتها معايا داخل الشقه وحطيتها في الشباك. الشباك ده دايما الجزاز بيكون مقفول، ولكن الشباك الخشب بيكون مفتوح، فالشمس بتبقى طلع عليه. ففضل معايا اخضر ما شاء الله اللهم بارك. ولقيت ان هو خلاص كبر، عايز قصريه اكبر من كده. وكمان كان مخلف معايا واحده صغننه، او كان في بذره صغيره وانجبت كده مؤخرا. فهناخدها بقى نعملها تحضينه كده جوه لو الجو بقى بارد، او نسيبها كده في البلكونه لو الجو اصبح زي ما هو كده معتدل. اهم حاجه بنغطيها بالترابه، اي زرع بنغطيه بالترابه لحد لما نتفس كل اللي كان متغطي معانا علشان ما ياخدش مننا رطوبه وجذوره تبوظ معايا. شايفين انا كده مكتمه معايا على الشجره الصغيره بتاعه الليمون لحد لما ازرعها علشان ما تاخدش مني هوا. نصلي بقى على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نيجي بقى على شجرة الليمون، لازم نثبتها كده بخشبة بحيث ان لو شوية هواء ما يدوش معايا الشجرة بتاعتنا. لازم بقى ننزل اي ترابة تكون حوالين القصريات، علشان لو الزرعة بتاعتنا طالها ترابة خلاص هتعفن مننا وتبوظ. نظفت الحروف البلكونه ونظفت الارضيه، وهنمسحها كمان بعد ما نخلص. الزرعه دي كمان كانت معايا جوه بعد ما الجو كان برد شديد. بنورقها من تحت، الصبار بيتورق من تحت. اي شجر زينه بيكون طوالي او اللي هو المرفوع لفوق لازم نورقه من تحت، بحيث ان الشجره بتاعتك ترفع كده لفوق ولونها يخضر معاكي وتجيب الثمره الحلوه او الشكل الاحسن. هنا بقى حسيت معايا وانا بروي الورد بتاعنا ان البوله جايه بزاويه، فمش هينفع ان انا نسقي الزرع بالطريقه دي. لازم ننزله لتحت بحيث ان انا امكن الميه ان هي تثبت الجذور صح. لو انا عملته كده الجذور هتتثبت معايا غلط. هنعمل هنشيل معايا الزرع وننزله تاني تحت على الارض ونسقيه صح، وهوريكم ليه. الزرع في الاول وانت بتنجليه من قصريه لقصريه بتعمليه معامله الاطفال، بتمشي معاه كده بالسياسه وتاخديه بالراحه كده واحده واحده لحد لما يتثبت كده ويثبت معاكي في القصريه. نصلي بقى على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات. شايفين هو ده الصح. لازم ننزل كده بمظبوط ونأسس الزرع بتاعنا صح علشان يطلع مظبوط معانا. واستنى بقى بقية الزرع بتاعنا هنزرع معانا حاجات من المطبخ. ممكن ازرع كل مدى كده حاجة بسيطة، معايا قصريات كتير زيادة ممكن اسسها كده، وبعد كده نعمل فيديو كامل عن ان احنا زرعنا بالظبط. الزراعة ده عشق، الورد اي حاجات من المطبخ بتكون فيها روح. لو ما عندكيش اي امكانيات شوية بذور من المطبخ كده واعمليها، بحيث انك انت هتلاقي الحاجة بتكبر قدامك، الحاجة كده بترعرع، بتبص تلاقي نفسك كده بتحكي معاها من غير ما تحسي. الطيور والزرع الاتنين حاجة كده اساسية، بترتاحي نفسيا وانت بتتكلمي معاهم. خلاص كده سجينا الزرع بتاعنا وزرعت كل اللي انا عايزاه كده، وما شاء الله انا كده ارتحت. انا غبت الزرع ده مركون عندي في المطبخ 4 ايام، وكل ما اقولها زراعه نبص نلاقي الجو بيمطر. الجو كان بيمطر عندنا يوم شم النسيم، وتاني يوم شم النسيم، وقبل شم النسيم.
ويوم الاربعاء كان صيفي خالص، والنهارده الخميس كان صيفي، وحاليا الجو قلب قلبه بيضه. يعني حاسه ان في برق ورعد وشتا وكل. انتوا ممكن تسمعوا كمان صوت الهواء الشديد معايا في الفيديو. المهم ان ده كمان كان معايا نعناع، كنت شاريه نعناع من الجزاره، فاخدت الورق واحتفظت بيه في التلاجة، واحتفظته بالمناديل، واخدت معايا الجذور قلت ازرعها بالمره. انا حبيت بقى اديكم الاطلاله النهائيه. لو عجبك الفيديو ولو استفدت بمعلومه بسيطه، يا ريت تحط لنا اللايك والاشتراك لقناه وفاء خالد عشان يوصل لك كل جديد. اكتبي لي في الكومنتات اي نوع ورد بتحبيه، واكتبي لي بتحبي زرع ايه بالظبط، وعايزه فيديو ايه اعمله لك ان شاء الله. وهتوحشوني، استنوني في فيديو جديد.